بافلو برجر عامل سندوتش اسمه البيك بيك زي مطعم البيك اللي في السعوديه بالظبط. يلا بينا نطلع على فرع بافلو، نجيب السندوتش من هناك، وبعد كده ناخد اول طياره ونطلع على السعوديه، نروح فرع البيك الاصلي نجيب نفس السندوتش من هناك، ونيجي هنا على البيت نجربهم ونقارن ما بينهم نشوفهم زي بعض بالظبط ولا لا. يلا بينا بسرعه عندنا طيران. وبعد كده نزلت جري من البيت عشان الحق، عشان عارفين ان انا عندي سفر، وطبعا ما لحقتش اغير، ودخلت عملت اوردر، والاوردر خد بالظبط 20 دقيقه، وبكده استلمنا سندوتش البيك بيك من بافلو برجر. يلا بينا على اول طياره ونروح السعوديه نجيب السندوتش من مطعم البيك هناك، ونرجع البيت نجربهم نشوف في فرق ولا لا. يلا بينا. وطبعا انتم مفكريني بحور عليكم ومش هسافر، لا طبعا رحت خدت الباسبور واخد اول طياره وطالع على السعوديه على طول الحمد لله. وصلت المطار، واول ما وصلت لقيت البيك هناك، هاخده وارجع على طول في اول طياره. ربنا كرم ولقيت مطعم البيك بيك في المطار. واحد بيك بيك سبايسي عادي. سبايسي وثاني بس خلاص. شفت من يشان صح صح في. وانا خلاص خدت الاوردر من المطعم، سندوتش البيك بيك، وعلى اول طيارة، وهرجع على مصر على طول اجرب غلب. والله مشوار يا اخي، الواحد يروح من مصر للسعوديه عشان يجيب سندوتش يعمل لكم فيديو. بس يلا كله فدا عينكم يا متابعين. رحت السعوديه جبت لكم سندوتش بيك بيك الاصلي من الفرع اللي هناك، وجبت لكم سندوتش من بافلو برجر اللي في مصر. يلا بينا بقى نفتح محتويات كل شنطه ونشوف هل السندوتش ده زي ده ولا في فرق. نبدا اول حاجه بالبطل اللي الناس بتسافر له مخصوص. ده كده شكل سندوتش البيك، مكتوب عليه 100 سعوديه اهو عشان ما تفكرونيش بحور عليكم. دي كده شكل السندوتش. يلا بينا نطلعه ونشوف المساحة بقى قد ايه. كده شكل المساحة بتاعه من جوه، بصوا قد ايه. يلا بينا بقى نفتح بافلو ونشوفه زيه ولا لا. بس بصراحة تغليف بافلو عالمي. ده كده شكل سندوتش بافلو، بصوا بقى الفتحة بتاعت بافلو. كده شكل السندوتش، بس ده بصراحة طازة عن بتاع البيك، لأن البيك سافرت وبتاعه على ما رجعت يعني مبقاش طازة أكتر حاجة، بس حجم بتاع البيك أكبر. اللي يفرق معانا الطعم. يلا نشوف ده ونشوف ده، نشوف أنهي طعمه أحلى وهل في فرق ولا لأ. ده كده سندوتش البيك، بس هو اتبهدل شوية مني لأن سفر وكده. نسمي الله وندوق. مفيش غلطة في البيك، مشكلته اللي هو مش طازة، مش أكتر حاجة طازة يعني زي التاني، بس ده عشان سافرت وبتاع وفيلم كبير، انما ده الفرع كان جنب البيت. البيك عالمي ولا غلطك. يلا بينا بقى نجرب المطعم بتاع ابن بلدنا ونشوفه زي البيك ولا في فرق. ده كده سندوتش بافلو مش كبير قوي، مش محتاجين نقسمه. يلا بينا ندوق ونسمي الله. بافلو طعمه حلو جدا وممتاز، بس مش زي البيك، يعني ممكن يبقوا قريبين لبعض بس مش شبه طعمه قوي. بالنسبة للبيك قطعة المساحة بتاعته أكبر وسعره 13 ريال، بالنسبة للبافلو سعره 170 جنيه. قطعة المساحة أصغر شوية وطعمه حلو جدا، بس مش شبه البيك بنسبة كبيرة. بشكل عام لو أنت في السعودية كل البيك وده لا جدال عليه، لو أنت في مصر كل بافلو وطعمه كويس جدا ولا جدال عليه. وسلام عليكم.